انت الحين بتقول عمر اعترض على النبي اذا عمر كافر، قلنا لك علي اعترض على النبي اذا علي كافر عندك في دينك. بس انت الاضافه، انا قلت لك الاضافه اللي هتجيبها هردها لك وبالنصوص. اما انت الى الان عجزت ان تجيبنا عن علي بن ابي طالب في دينك، يخرف يهزي ويهجر. تفضل هذا قرات لك السند انا كم مره، قرات لك السند انا كم مره. علي بن ابراهيم عن ابي عن النوفل عن السكوني عن ابي عبد الله قال اذا اعد الرجل الى اخره، قال وبهذا الاسناد علي بن، هقراه لك 17 مره مش عارف تجاوب على الروايه، تبرأ منها وخلاص. قال فقال يا رسول الله اعد علي حديثك فقد انساني وجع ما قلت. اذا جعفر الصادق يتهم علي بن ابي طالب بالهذيان والخرف، ما يعرف ما يقول، لا يفهم كلام النبي. ده طبعا يا جماعة الخير ده إلزام على الشيعة ولا نلتزم بهذا، لكن على نفس مفهومه أن هنا النبي اتهموا بكذا، نعطي على نفس مفهومك إن علي عندك سقطت إمامته وعصمته يوم القيامة باعتراف جعفر الصادق، والرواية معتبرة الإسناد. إمامك يهزي لا يفهم ما يقوله النبي، فقد أنساني وجعي ما قلت. طيب الرواية اللي جبتها لك الثانية هنا، الرواية جبت لك تصحيح المجلس، ادي محمد تقي المجلس المجلد السادس صفحة 23، يقول وروى الشيخ في القوي فإذا علي فقال يا رسول الله أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت. ده أنا مطلع لك هنا تصحيح هادي النجفي وتصحيح محمد تقي المجلسي، لكن أنت مش عارف تجاوب على الرواية. اتفضل. وأنت جايب للطوسي، الطوسي الحر العاملي يتهمه أنه متناقض. حر العاملي في دينك اهو في كتاب خاتمة وسائل الشيعة يقول فإنه يقول هذا ضعيف لأن رواية فلان ضعيف. أنت عندك الطوسي نفسه حر العاملي بيقول أنه متناقض في نفسه، يصحح اللي يعجبه ويضعف اللي يعجبه، فكيف تحتج علينا بالطوسي وقد أخرجنا لك السيد جعفر مرتضى العاملي فضربت بقول عرض الجدار ولن تستطيع أن تجيب عليه. عندك في كتاب نهج البلاغة من كلام الله عليه السلام وقد شاوره عمر في الخروج قال إنك متى تسير إلى هذا العدو بنفسك فتنكب لا تكون للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه يا عمر. وعندك في كتاب نهج البلاغة علي بن أبي طالب يقول لعمر لله بلاء فلان، ميسم البحراني قال أنه عمر. فعلي بن أبي طالب في دينك بيقول أن عمر أقام السنة. جاوبني على كتبك، إذا تتبرى من كتبك يبقى ليش تناقش أصلا؟ طيب الآن يا أخوان اتفضل، وأنا عندي ابن عباس صاحب الرواية لله ضرك يا ابن عباس، هذه كتبي، لكن جاوبنا على كتبك. عندك النبي ذهب عقله في كتبك، جعفر الصادق يكفر علي بن أبي طالب ويتهمه بالهذيان والهجران، يتهمه بالخرف. وعندك النبي ذهب عقله لم تجيب. الإمام الرضا عندك كان يهجر لم تجيب. تطلع لك الأسانيد وأنت لم تجيب على أي شيء. وأدي منهاج السنة لابن تيمية المجلد السادس صفحة 9 قال ابن عباس لعمر بن الخطاب ثم فارقته وهو عنك راض يا عمر. ابن عباس نفسه بيقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عن عمر راض. ابن عباس نفسه عندنا يقول أن شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. فأنت مش هتيجي تقول لي أصل عمر كفر وأصل عمر شك في النبي. أنا عندي روايات تخرج أئمتك من الإسلام، تجعلهم بيخرفوا وتجعلهم كفروا وتجعلهم خوارج وتجعلهم سبائية. دي كتبك وده جاوب على رواياتك. لما انت مش عارف تجاوب على رواياتك جاي تناقش ليه؟ وادي عشان اديك اهو اتفضل. كانوا ياخذون الدين من الكفر. ادي امامك الحلي ابن ادريس الحلي طبعا ودوره في تراث الحركات الفقهية علي همة بنار يقول وقد تحدث ابن ادريس الحلي في كتابه الطلاق من السرائر عن علاقته بالفقه الشافعي كما يعتمد في بعض الأحيان على روايات عائشة وأبو هريرة وكلمات من عمر. شوف سبحان الله، هو يتهم عمر بالكفر وعنده إمام الحلي يأخذ كلمات عمر ويبني عليها فقه. بيأخذون الفقه من الكفر. الله أكبر والعزة بالله. جاوبني في كتبك وأثبت لك التصحيح. النبي عندك ذهب عقله. لماذا جعفر الصادق اتهم النبي في عقله؟ لماذا جعفر الصادق اتهم علي بالهذيان والتخريف؟ لماذا جعفر الصادق اتهم الرضا؟ جاوب على أئمتك أو خرجهم من الدين.